السلام عليكم. الناس كلها اللي بتسمعني يا جماعه لازم نسمع الفيديو ده للاخر عشان مهم جدا للناس كلها. يا جماعه انت بتركب دلوقتي ريسيفر في بيتك، بتركب طبق، بتركب شاشه، بتركب بوتاجاز، سخان، اي حاجه بتركبها اكيد صنايعي او فني بيجي يركبها لك. معلش اقف معاه للاخر، ما تسيبهوش غير لما يخلص حاجته، وبعد كده تقف شيك على حاجتك بايدك، بص عليها، تاكد منها شغاله، انها مش مكسوره، انها ما فيهاش مشكله، عشان خاطر ده بيعيب الحاجات بعد العميل ما يخلص والراجل الفني يتوكل على الله يمشي، يقول لك ان الشاشه اتكسرت زي بتاع الراجل السوداني اللي كان موجود معانا. جاب فني والله ما اعرفه هو مين. الشاشه اتكسرت منه، ما دار على الراجل ومشى. الراجل جه قال لي تعالى اظبط لي الاشاره، رحت لقيت الشاشه مكسوره. هو في قمه الاذى والحزن، وانا كمان والله حزين وزعلان ان الشاشه اتكسرت من مين الله اعلى واعلم. عشان كده بقول لك يا صديقي، حط الكلام ده في دماغك. اي حد يعمل لك حاجه ايا كان الصنايعي، اقف معاه، ركز في الحاجه بتاعتك، شيك عليها، شوف انها شغاله، انها فيها مشكله، انها فيها حاجه، عشان خاطر تبقى انت بدات ذنبك، والصنايعي كمان يبقى ماشي وهو راضي، مفيش اي مشكله. معلش الكلام ده حطه في دماغك، انا كصنايعي بقوله لك عشان خاطر بكره وبعده ما تحطش اللوم على حد، حط اللوم على نفسك انت، عشان انت اللي كسلت تعمل الكلام ده. انا بقول لك الكلام ده من جوايا، عشان خاطر بيحصل معانا مشاكل دي كتير، حصلت معايا مره واثنين وثلاثه، واروح الاقي الحاجه مكسوره، والله حاجه تزعل جدا. معلش اسمع كلامي وحط في دماغك. لو عجبك الفيديو سمعني الصلاه على النبي.